السلام عليكم. طبعا كلنا عارفين القول لا حياة بدون صلاة. طيب وطبعا بقى نيجي بقى من هنا، كلنا قرينا سورة البقرة طبعا يعني، وجينا عند الآية 238 وقفنا شوية لما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب يعني ايه هي الصلاة الوسطى اصلا؟ طيب انا اقول لك. صلاة الوسطى زمان كانوا مفكرين ان هي صلاة الصبح او الفجر يعني، بس يوم الأحزاب لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لقد أخروني عن الصلاة الوسطى، وبعدها قال إنها صلاة العصر. تمام. نيجي بقى ايه؟ طيب اشمعنى اسمها الصلاة الوسطى؟ لأن هما 5 صلوات في اليوم، في الظهر الأول الفجر طبعا، بعد كده الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهي اللي في الوسط يعني، فعشان كده اسمها الصلاة الوسطى. طيب نيجي بقى لفضلها عند ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديث: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر هنا يعني اتاخد منه او نقص، فانت متخيل قد ايه ان انت لو فوتها كأن اهلك ومالك اتاخدوا منك. فده من فضلها عند ربنا سبحانه وتعالى. في حديث تاني برضو عن بريدة من الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ان حبط هنا عمله يعني معنى ان هو مش هياخد اجرها، بس الحديث بيقولك ان في التفسير بتاعه بيقولك ان اللي هيسيبها عن عمد، يعني انت لو سبتها عن قصد. طيب ليه؟ قالوا عشان هم ظنوا يعني ان صلاة العصر بتيجي بعد يوم كامل من التعب والشغل، فمن طبيعي ان في ناس هتفوتها. فقال لك بقى ان اللي هيسيبها وهو قاصد ان هو يسيبها فمش هياخد الاجر بتاعها، حتى انت لو صليت الثواب بتاعها اصلا انت مش هتاخده. انما انت مثلا لو عندك دروس عندك شغل فغصب عنك فلا، انما هو قال عمد. فبعد الحديثين والآية فربنا قد ايه بيقولك ان فضل صلاة العصر ده ليه فضل كبير قوي، فبلاش نستهون وصلوا الصلاة. يعني برضو احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها.